السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة سريعة التحضير، بسيطة جدا وطعمها كمان مميز جدا. بالنسبة اللي بتحبوا الوصفات السريعة يحبوا الوصفة بتاعتنا النهاردة، لانها سريعة جدا وكمان مفيهاش خطوات كتير، يعني ربع ساعة كده وهتكون الوصفة القمر دي جاهزة معاكي. يلا بقى قبل ما نبدأ الفيديو ونشوف وصفتنا النهاردة، لو بتشوفوني اول مرة انا ام رودي، دي قناتي ام رودي في المطبخ. انزلوا حطوا لايك واشتراك وفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكوا كل جديد انا بنزله على القناة. نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف وصفتنا القمر دي هنعملها ازاي. يلا بينا. في طاسه على النار نزلت كده معلقتين كبار من الزيت، وكمان هنزل بالفراخ. الفراخ ده انا غسلاه كويس ومقطعاه مكعبات متوسطه الحجم، ما تكونش كبيره ولا صغيره. هخلي الفراخ دي تتشوح، مش هحط اي نوع من التوابل لحد ما الفراخ تشوح على نار عاليه طبعا عشان ما تنزلش العصاره بتاعتها، وبلاش نقلب كتير في الفراخ عشان ما تنزلش العصاره بتاعتها. يعني اهم حاجه الطاسه تبقى سخنه والماده الدهنيه كمان تبقى سخنه جدا قبل ما ننزل بالفراخ. بعد ما الفراخ تتشوح كده هبتدي انزل بالتوابل واحده واحده. نزلت بمكعب مرق، تقدري تستبدليه بملح لو انت مش حابه مكعب المرق. كمان عندي رشه من الفلفل الاسود ورشه من الكزبره ورشه من بهارات الفراخ، وكمان هنزل بتوم بودر وربع معلقه صغيره من الكاري. وهي دي كانت التوابل اللي انا ضفتها مع الفراخ، ما ضفتش اي نوع تاني توابل. انت لو بتحبي نوع توابل معين بتضيفيه مع الفراخ، مش هيقول لا، تقدري تضيفيه في الوصفه بتاعتنا النهارده. خلاص كده. بعد ما حطيت التوابل كلها كده نقلب بقى الفراخ مع التوابل، وكانت الريحه روعه. تشويحه حلوه كده مع التوابل، يعني 3 4 دقايق كده، وهبتدي ان انا ارفع الفراخ من على النار. يعني هطلع كده الفراخ كده في طبق بعد ما اخدت التشويحه مع التوابل. هبتدي ان انا اطلعها من الزيت. خلاص كده. هبتدي كمان انزل كده ببصلايه كبيره مقطعه مكعبات صغيره. يعني البصل هنقطعها بالسكينه، مش هنفرمها في الكبه، لان انا مش عايزه البصل يبقى مفروم زياده عن اللزوم. خلاص كده هنشوح البصله لحد ما تدبل. مضفتش اي توابل على البصل لان طبعا الفراخ واخد التوابل كلها. هبتدي انزل بالفراخ كده على البصله ونشوحها تشويحه كده. نقلب كده البصله مع الفراخ كويس. تمام كده وزي الفل. هنا بقى نزلت بقرن فلفل اخضر رومي مقطعاه مكعبات صغيره، تقدري انت تضيفي فلفل حار لو حابه. انا بقى ضفت فلفل رومي بس، اهم حاجه يبقى متقطع كده تقطيعه صغيره. هنشوحهم كده تشويحه حلوه مع بعض. هنا بقى نزلت بطماطمتين مقطعاهم مكعبات صغيره، مش هنزل بعصير طماطم. الطماطم لازم تكون متقطعه لان انا عايزه الصوص يبقى تقيل. تمام. تقليبه حلوه كده وهدي النار لحد ما اسيب بقى الطماطم تتسبك. يعني نقلبها تقليبه حلوه كده، طبعا الملح بتاعها متظبط، وهسيبها لحد ما تتسبك. خلاص بقى الصوص تقل والطماطم اتسبكت، وهبتدي انزل بالبطاطس. البطاطس دي مقليه بس مقطعاها مكعبات. نزلت كده بالبطاطس، بس اهم حاجه لما نقلي البطاطس ما نغمقش اللون، يعني نخليها ايه، لونها ذهبي فاتح. نقلب كده البطاطس. البطاطس طبعا هتتشرب من الصوص وهيبقى طعمها رهيب. تقليبه حلوه كده ونسيبها لمده 3 4 دقايق، وبعد كده نرفعها من على النار. ده بقى الشكل النهائي للوصفه بتاعتي النهارده. شايفين شكلها ازاي؟ تحفه. يعني نص ساعه كده والطبق القمر ده يكون جاهز معاكي. طبعا الفراخ كان طعمها مميز جدا لان احنا شوحنا الفراخ مع التوابل الاول، اديتها طعم وريحه تحفه. البطاطس كمان مع الصوص خطيره. شايفين شكلها ازاي؟ ما شاء الله زي العسل. مش محتاجين بقى غير عيش وناكل، يعني مش محتاجين اي حاجه جنب الطبق العسل ده لانه فيه كل حاجه. شايفين شكله مميز جدا وطعمه خطير وهيعجبك ان شاء الله. بتمنى النهارده الفيديو بتاعي يكون عجبكم، ولو عجبكم ان شاء الله ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر التنبيهات على الكل عشان يوصلكم كل جديد وكل شعار انا بنزله على القناه. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.